عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات أبو عمر كورة عالمية وكأس العالم، أخبار وكواليس مباريات كأس العالم. متعة كأس العالم، متعة أفضل بطولة على وجه الأرض، قطر 2022. فرنسا تسحت أستراليا 4-1 مع الرأفة. فرنسا فريق تقيل بالرغم من غياب كريم بنزيما، ولكن فرنسا دائما المرشح رقم 1 للفوز بكأس العالم. فرنسا نجوم، جريزمان وعندك مبابي وعندك جيرو، فريق تقيل صراحة. 4-1 على استراليا. مباراة كانت يعني شبه طرف واحد من فريق فرنسا. مباراة كانت قوية. مبابي طبعا حصل على رجل المباراة. فريق قوي، فريق مرشح الأول للبطولة. 4-1. واليوم كانت 4 مباريات، مباراة هامة جدا ما بين المغرب وكرواتيا. المغرب النهارده لعبت مباراة قوية جدا أمام منافس عنيد. كرواتيا ده وصيف كأس العالم 2018. كرواتيا فيها لاعب، أحسن لاعب في العالم 2018 هو مودريتش، فيها كوفازيتش من اللعيبة الكبار. كرواتيا فريق قوي، فريق رائع، مرشح، مش هقول لك مرشح انه ياخد البطولة، لا، مرشح انه يوصل لأدوار بعيدة. المغرب النهارده لعب مباراة قوية، ولو استغل الفرص اللي جات له المغرب كان فاز النهارده. المغرب ادى اداء قوي والتعادل 0-0 مع كرواتيا. عنده مباراة هامة جدا المباراة الجاية مع بلجيكا. مباراة بلجيكا مباراة مهمة جدا للمغرب. المغرب يعني التعادل مع بلجيكا برضه، وعنده المباراة الأخيرة مع كندا. كندا في المتناول، لسه بلجيكا وكندا تلعب المباراة النهارده بالليل الساعة 9. احنا بنسجل حلقة قبل المباراة. عندك جيرو 36 هدف، 36 سنة وسجل هدفين. نجم فرنسا دخل من ضمن هدافي البطولة. المباراة الثانية ألمانيا واليابان، المباراة القوية، مباراة المفاجآت أو مباراة المفاجآت. مفاجأة من العيار الثقيل إن اليابان النهاردة تفوز على بطل العالم، على ألمانيا القوية، على الماكينات الألمانية. مفاجأة زي مفاجأة السعودية على الأرجنتين. هزيمة مدوية، خسارة غير متوقعة، غير متوقعة. تقدم ألمانيا 1-0 من ضربة جزاء، بشوط تاني اليابان ظهر بمستوى تاني. شكل آسيا السنة دي داخلة بتقلها. الملعب في القارة بتاعتها في قطر. السعودية فازت على مين؟ على الأرجنتين. اليابان فازت على مين؟ على ألمانيا. يعني الفرق المرشحة للبطولة، مش المرشحة على الأدوار، لا، الفرقة المرشحة للبطولة. السعودية تفوز على الأرجنتين واليابان تفوز على الماكينات الألمانية. فوز غير متوقع. سقط الألمان وسقط مين؟ هانز فليك ده يتقاضى أعلى راتب في المونديال، واتكلمنا عليه من قبل كده في الحلقة. أعلى راتب في المونديال لمدرب هو هانز فليك مدرب ألمانيا. سقط النهارده أمام مين؟ أمام الساموراي، أمام اليابان. لعيبة اليابان النهارده هو يعني اللي عايز يفوز هيفوز يا جماعة. أنا قلت قبل كده اللي عايز يفوز هيفوز، واللي عايز ياخد كأس العالم هياخد كأس العالم. العب برجولة وأدي، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك. يعني ممكن تحصل مفاجأة. الكورة مفاجآتها كتير، مفاجآتها كتير. يعني هل تتوقع ان السعودية تفوز على الأرجنتين ولا تتوقع ان اليابان تفوز على ألمانيا؟ عملوها الاثنين. أول 3 نقاط في المجموعة لليابان. عندك المجموعة دي صعبت جدا. ليه صعبت؟ ألمانيا اتغلبت. تخيل ان ألمانيا هتقابل مين المباراة الجاية؟ هتقابل أسبانيا، وأسبانيا فازت النهارده 7 على كوستاريكا. كوستاريكا فريق ضعيف، ماشي، يعتبر خلينا كوستاريكا دي حصلت المجموعة. ألمانيا تفوز على كوستاريكا واليابان تفوز على كوستاريكا واسبانيا تفوز على كوستاريكا. لو اليابان فاز على كوستاريكا 6 نقاط. اسبانيا والدنمارك مباراة طحن على أرض الملعب، موت على أرض الملعب. لو ألمانيا اتغلبت بالسلامة. مباراة صعبة جدا لألمانيا وأسبانيا. أسبانيا يعني ماشي، حتى لو تغلب أسبانيا في مباراة عندها ممكن تعوض أمام اليابان، ولكن
المانيا لازم تفوز المباراه الجايه. لقاء القادم اسبانيا والمانيا لقاء حياه او موت، حياه او موت، مباراه هامه جدا. كمان ان بيزيد الصعوبه تاني ان اليابان هتلاعب مين؟ كوستاريكا، وكوستاريكا في المتناول. النهارده اسبانيا فازت 7-0 على كوستاريكا مع الرأفه، مع الرأفه. تخيلوا استحواذ 85% ل 15%. فريق ما لعبش كوره، لا مدرب ولا لعيبه ولا نص ملعب ولا دفاع، حتى نفاذ حارس باريس سان جيرمان ما اداش ولا عمل اي حاجه النهارده. فريق مهلهل، فريق مهلهل كوستاريكا. 7 اهداف مع الرأفه. اسبانيا في 7 اهداف، اسبانيا فريق كبير. وكمان في حاجه تاني كمان في اسبانيا، فريق اسبانيا كله شباب 18 سنه و19 و20 فريق شباب كله، باستثناء يمكن عندك موراتا، يمكن هو يعني الكبير شويه، لكن فريق قوي فعلا. انريكي عامل فريق قوي لاسبانيا. اسبانيا النهارده بتقول احنا جايين ناخد البطوله، احنا جايين نحقق اللي حصل 2010. فاكرين 2010 توريس ونيستا وتشافي، فريق قوي. اسبانيا فريق قوي. عندك هندخل من زي ما قلنا من الدوري او من كاس العالم، من الدوري المصري. في 3 مباريات النهارده في الدوري المصري. عندك 3 مباريات. بيراميدز فاز على البنك الاهلي 2-0، وفاركو تعادل مع الاسماعيلي 1-1، وفيوتشر فاز على اسوان 2-1. بكره 4 مباريات في كاس العالم. عندك مباريات بكره مهمه جدا. عندك الساعه 12 سويسرا والكاميرون، احنا نتمنى الكاميرون تفوز عشان افريقيا. اورجواي وكودا الساعه 3، والبرتغال وغانا مباراة قوية جدا الساعة 6، والبرازيل وصربيا الساعة 9. يعني بكرة مباريات قوية من العيار، مباراة السمع. اللي عايز يستمع مباراة يستمع بكرة كله من الساعة 12 لحد 12 الظهر ل 12 بالليل، مباريات قوية جدا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.